في بداية انمي ديمون سلاير اكيد كلنا شفنا ان العيلة بتاعت تانجرو كلها اتقتلت وما تبقاش غير تانجرو واخته نيزيكو اللي اتحولت لشيطان. بس الفكرة ان في المانجا كلها مفيش اي سبب بيقول هو ليه موزان قتل عيلة تانجرو، او هل في مشاكل كانت ما بين موزان وما بين عيلة تانجرو ولا لا. بس في الواقع رسميا وفي المانجا مفيش اي حاجة اتقالت عن الموضوع ده. فانا اعتقد هنا ان موزان كان هدفه الرئيسي ان هو يحول اكبر عدد من الناس لشياطين علشان يوصل لهدفه الرئيسي ان هو يوصل لشيطان يقدر يتحمل نور الشمس. وده فعليا اللي حصل مع نيزيكو، ورسميا كانت نيزيكو هي اول شيطان يقدر يستحمل ضوء الشمس وما يموتش. الغريب بقى ان موزان اصلا ما كانش يعرف ان كل اللي بيعمله او عيلة تانجرو دي هي اللي هتكون سبب رئيسي في ان هو يوصل للحلم بتاعه ان هو يخلق اول شيطان ضد الشمس.